اخواتي الاهلاويه الجمال، تعالوا نشوف الراجل ده بيقول ايه ونرد عليه كلنا. مشجعي الاهلي المصري لسه عايشين بوهم انه افضل فريق في الوطن العربي وافضل فريق في افريقيا، ولكن مونديال الانديه كشف انه هناك فرق كبير بين الكره المصريه والكره السعوديه. شفنا الهلال في المباراه النهائيه امام ريال مدريد قدم مباراه تاريخيه وسجل 3 أهداف في مرمى افضل فريق في اوروبا واوروبا ملعب. زي ما حضراتكم سمعتوا ان الراجل ده بيقول ان الاهلي عايش وهم ان هو الاكبر عربيا. لا ده مش وهم، دي حقيقه، وتعالى اثبت لك. الاول كده انا عايزك تقول لي مين اللي اكتر مشاركه في كاس العالم للانديه، عايزك تقول لي تاني مين اللي اكتر حصول على البطولات القاريه والمحليه، وعايزك تقول لي تالت مين اللي التصنيف بتاعه اكبر من التاني. انت عارف ان الاهلي 11 عالميا ولا لا؟ لما تيجي دلوقتي بتتكلم على ماتش ريال مدريد سواء للاهلي او الهلال، اقول لك الاول بتاع الاهلي عمل ماتش قدام ريال مدريد والله العظيم الهلال عمرها ما هتعمله. اولا ما لعبناش كره دفاعيه زي ما انتوا عملتوا، وثانيا الماتش بتاعكم خلص كان 4 في الدقيقه 58، احنا فضلنا لحد الدقيقه 97 كان 4 على فكره. انشيلوتي ما سحبش لاعيبته في الدقيقه 60 ونزل البدلاء الصغيرين زي ما عمل معاكم، لكن لا بالعكس ده فضل معانا لحد الدقيقه 90 وبعد كده عمل التبديل. وده ان دل فانما يدل على ان انشيلوتي كان عارف قوه الاهلي وعارف ان احنا ممكن نلدعه مره واحده من غير ما يحس، لكن بصراحه اخطاء ساذجه هي اللي ضيعت مننا الماتش اصلا. بالنسبه لحضرتك بتقول ان الاهلي لاعب فرقه ضعيفه في كاس العالم للانديه قبل ريال مدريد ان كان اوكلاند سيتي او سياتل، فاحب اقول لك ان اوكلاند سيتي والله مش احنا اللي حاطين الجدول بتاعنا، ولا سياتل فرقه ضعيفه، بالعكس سياتل هي اكبر فرقه في امريكا لو انت عارف. واحب افكرك ان الاهلي اداكوا 4 في كاس العالم للانديه الموسم اللي فات وخد منكم البرونزيه اللي كنتوا هتموتوا عليها وانتوا ما عملتوش حاجه. وفي الاول وفي الاخير عشان ما اطولش عليكم يا اخواتي، يا ريت تردوا على طعميه ده وتعرفوه يعني ايه النادي الاهلي.